السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاد النهاردة مع الدرس الثالث من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل للمبتدئين. الدرس الثالث هنسميه بعنوان التحديد والتنقل بين الخلايا. ازاي نقدر نحدد الخلايا ونتعامل معاها ونتنقل بين الخلايا في ملف العمل بتاعنا. طبعا زي ما احنا عارفين واتكلمنا قبل كده، انا لو انا واقف على خلية وحابب اتنقل لخلية تانية، ممكن اتنقل بصورة بسيطة وواضحة من خلال الماوس زي ما احنا شايفين كده. واقدر كمان اتنقل بين الخلايا عن طريق الكيبورد، سواء الاسهم فوق وتحت شمال ويمين. وزي ما احنا عارفين برضو لو اديت انتر بينقلني للخلية اللي تحت. لو ضغطت تاب، لما بضغط تاب بينقلني للخلية اليمين، ولو ضغطت شيفت مع انتر بيطلعني فوق. يبقى تاني اقدر اتنقل فوق وتحت عن طريق الاسهم بس، وعن طريق انتر وتاب وكنترول وشيفت مع انتر وكنترول مع انتر. عندنا طريقة انتقال تانية برضو لو انا واقف داخل نطاق من البيانات. طبعا مجموعة الخلايا دي احنا بنسميها نطاق بيانات. خلينا نصغر شوية. ده كده نطاق من البيانات بنسميه، اللي هي مجموعة البيانات دي بنسميها نطاق من البيانات. لو انا واقف في نطاق من البيانات وحابب انتقل لاخر خلية في نفس الصف اللي انا واقف فيه، لما بكون واقف على خلية بتكون معمول لها سيلكشن بالطريقة دي. باجي بالماوس على طرف المربع كده لحد ما يظهر الشكل المتصالب دوت او شكل الصليب ده، واضغط دبل كليك على اليمين بلاقيه جاب لي اخر خليه من ناحيه اليمين. لو جيت على الناحيه الشمال وعملت دبل كليك هلاقيه انتقل لاول خليه في الصف. كذلك طبعا بالنسبه للعمود، لو ضغطت فوق او ضغطت تحت. كمان اقدر اعمل الحركه دي باستخدام الكيبورد عن طريق زرار كنترول مع سهم. كنترول وسهم فوق يطلعني فوق، كنترول وسهم تحت بينزلني اخر خليه، كنترول وسهم يمين او اخر خليه من اليمين، كنترول وسهم شمال اخر خليه من الشمال. طبعا القصه دي بتفيدني في لو انا عندي ملف عمل كبير وفي عدد خلايا وعدد صفوف كبير جدا، فبدل ما اقعد اعمل سكرول داون بالماوس كده، لا انا باجي بقوم اعمل كنترول سهم تحت يجيب لي اخر خليه، كنترول سهم فوق يجيب لي اول خليه. ده كده بالنسبه ازاي تتنقل بين الخلايا. طيب علشان نحدد بعض الخلايا باختصار، انا ماسك الماوس حابب احدد مجموعه الخلايا دي بحددها بالطريقه دي. اقدر كمان لو انا حابب احدد الصف كامل، باجي على نهايه الصف لحد ما شكل الماوس يتغير للسهم الاسود دوت واعمل كليك، بلاقي الصف كله اتحدد، وما ينطبق على الصف ينطبق على العمود. اجي عند العمود لحد ما السهم يتحول من المنظر ده للمنظر ده، واعمل كليك واحد الاقي العمود كله تم تحديده. لو انا حابب احدد النطاق ده كامل كله، ممكن عندي كذا طريقه للتحديد. اول طريقه ان انا اجي في اول خليه واشد واحدد النطاق كله هكذا. عندي طريقه تانية لو انا واقف في اي خليه من النطاق وضغطت كنترول مع حرف الاي، ضغطت كنترول مع حرف الاي هلاقيه عمل لي تحديد للنطاق كامل. بالمناسبه لو ضغطت كنترول اي مرتين ورا بعض، يعني لو ضغطت هنا قمت قايل كنترول اي هيحدد لي النطاق، لو ضغطت كمان كنترول اي في نفس الوقت هلاقيه حدد لي الشيت كامل. طيب لو انا حابب برضو احدد الشيت كامل عن طريق ان انا اضغط كنترول اي مرتين لو انا واقف في النطاق، او لو انا واقف في اي خليه وضغطت كنترول اي هيحدد خليه مش نطاق ما فيهاش بيان، او لو جيت عند السهم ده كده وضغطت ضغطه واحده بيحدد لي الشيت كله. لو انا حابب احدد اكتر من صف متجاور او عمود متجاور، يعني انا لو عاوز مثلا احدد الصف سي مع دي مع ايه، باختصار شديد بمسك العمود كده وازق يمين او شمال على حسب انا يعني عاوز احدد ايه، وكذلك بالنسبه للصفوف. طيب لو انا حابب احدد صف غير متجاور، هستخدم كنترول مع التحديد. يعني انا حابب احدد الصف العمود الاولاني مع العمود حرف سي
مع العمود اف، كده اقدر اعمل التحديد دوت، تحديد غير متجاور. لو انا حابب الكلام ده، لو انا حابب احدد عمود كامل في الشيت كله. طب انا لو عاوز احدد عمود في نطاق معين من البيانات زي ده مثلا كده، يعني انا حابب احدد النطاق ده بس، او العمود ده داخل النطاق، هضغط كنترول مع شيفت مع سهم تحت، هلاقيه ايه؟ حدد يعني العمود. لو انا واقف هنا مثلا، لو انا حابب احدد عمود من البيانات داخل نطاق، يعني مش حابب احدد العمود كله، لا ده انا هحدد النطاق ده بس، العمود ده بس، هقف في اي خليه واعمل كنترول شيفت سهم تحت، هيحدد لي من اول خليه لحد تحت. حابب احدد العمود كله، هقف في اول خليه، كنترول مع شيفت مع سهم تحت. طيب لو انا واقف هنا وحابب احدد اللي فوق بس، كنترول مع شيفت مع سهم فوق. كذلك بالنسبه للصف، كنترول مع شيفت سهم شمال او سهم يمين. لو انا حابب احددهم كلهم، هاجي في اول خليه، كنترول مع شيفت مع سهم يمين، اشيل التحديد سهم شمال. لو انا بقى حابب احدد العمود كله ومش عاوز اطلع لفوق، يعني انا مثلا لو واقف تحت مثلا وحابب احدد العمود كله من غير ما اطلع لفوق لحد الاخر، بسيطه، هتضغط كنترول مع مسطره، كنترول مسطره، كده حدد العمود كله. كذلك الصف، هتضغط شيفت مع مسطره، بيحدد الصف كله. لو انا عندي تحديد لنطاق من البيانات زي دوت، لو لاحظنا هنا هنلاقي اول خليه محدده بشكل مختلف عن الخلايا الثانيه، ده معناه ان انت واقف على الخليه دي. عشان تتنقل بين الخلايا دي ما ينفعش تتنقل بالماوس، لان هو هنا هيعتبر ده تحديد جديد وهيزيل التحديد القديم. فانت عشان تتنقل بين الخلايا المحدده هتستخدم الكيبورد، يا اما انتر عشان تنزل لتحت، يا اما تاب عشان تخش يمين، يا اما سهم فوق. طبعا سهم فوق هيلغي التحديد، ما ينفعش. طيب يبقى تاني، لو انت فاكر احنا قلنا انتر او تاب عشان تخش يمين، شيفت انتر او شيفت تاب، يمين وشمال. يعني شيفت انتر هيطلعك فوق، شيفت تاب هيدخلك شمال، انتر تحت، تاب بس يمين. يبقى دي الطريقه الوحيده، او يعني الطريقه الاساسيه ان انت تتنقل بين تحديد لنطاق معين من البيانات. طيب لو انت عاوز يعني تنتقل الى زوايا التحديد، يعني لو عاوز تيجي عند الخليه دي او دي او دي او دي مره واحده، هتضغط كنترول مع دوت، كنترول مع دوت، جاب لك اول خليه. كمان مره الركن اليمين، كمان مره كنترول دوت، كنترول دوت، وهكذا. بيعمل لك تنقل بين اركان التحديد اللي انت واقف عليه. ده كده باختصار شديد التحديد والتنقل بين الخلايا. درس بسيط برضه، ان شاء الله قعدنا مع الدرس الرابع من دروس مايكروسوفت اكسل للمبتدئين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.